السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نفجروا واحد الحقائق الاخوان تقدر تصدمك، ولكن غادي نفجروا هاد الحقيقه. غادي نعرفوا الاخوان الخبر اللي تنشر البارح. خرجت اخبار انهم قالوا غادي يخرجوا باللايف، وفعلا خرجوا باللايف. غنخليكم مع هذا المقطع باش تعرفوا علاش كنهضر. غادي نشوفوا هذا المقطع ونكملوا معكم الحوار ديالنا. مرحبا بكم معنا بعد اول حاجه. الوغ المفاجاه ديال اليوم غادي تكون كيف كتعرفوا ان مورا كل برايم كيكون واحد القانون، هو ان الكوب اللي كيجي الاول في داك البرايم هو اللي كيسير دار العرسان بطبيعه الحال. ولكن اليوم كاينه واحد لا سوربريز خاصه من عند مول الدار، اللي هي انكم نتوما قرر انه يعطيكم الحق باش تكونوا نتوما هما. شفتوا هذا المقطع اللي تنزل البارح انهم قالوا الجمهور المغربي هو اللي غادي يختار الحكم اللي غادي يسر دار العرسان. وكما كنشوفوا في المقطع اللي وريتكم، هذا المقطع كيبانوا كاملين وكيقولوا على ان البريم الخامس تصور، يعني تصور في شهر 4 فيه 14، يعني ولد البارح اللي هو نهار الثلاث. اذا هنا الاخوان كاينه شي حاجه وراء هذا الشيء. واش هاد الناس كيضحكوا علينا، ولا هذا ذكاء منهم من اجل جلب المشاهدات؟ لان لا يعقل ان الناس تطردات وهما كيبانوا كاملين. او يقدروا يكونوا هذه اسئله كيطرحوها الجمهور المغربي، وحتى انا كنطرح بعض التساؤلات. واش فعلا ان هاد الناس مشاو وغير جابوهم من اجل باش يبقاو حارسين على المشاهدات وعلى شنو غادي يوقع، او هادشي كامل اللي تسرب كذوب؟ لان تسربت اخبار كما سبق لي وتحدثت عليها ان الكوبل ديال مدينه طنجه غادي يغادرونا في البرايم الخامس. وهادشي هذا كلشي يعني بزاف ديال الناس في راسهم هادشي، وتبارطاجات يعني الخبر، وكنظن انت تكون في راسك كلشي تحدث على هاد المساله. هذه الاخبار اللي تسربات، حنا الحقيقه دائما كنقولها، الحقيقه ما كيعلم بها الا الله. ولكن تسمعوا هذه النقطه مزيان، ولكن واش هذا الشيء صحيح ولا لا؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفه، اللي غادي تبينوا لنا هي الايام الجايه. ولكن حنا كنطرحوا غير تساؤلات. راه ما يمكنش انهم بان مقطع كما سبق لي وبينتو فيه كاملين، والبريم الخامس كيقولوا انه تصور وهما كاملين فيه. هنا كاينه جوج الحاجات، اما طاروا ورجعوهم من اجل المشاهدات، واما داكشي اللي تسرب كامل كذوب. هذا جوج ديال الحلول لا ثالث لهما. والايام الجايه الاخوان هي اللي غتبين لنا الحقيقه. ما عليك تابونا، تفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد، وحنا معكم حتى دائما بالجديد حتى نعرفوا الحقيقه كامله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.